بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله، عاملين ايه؟ طبعا الفيديو بتاعنا النهارده فيديو مختلف شويه، فيديو متعب قوي. كل الفيديوهات متعبه ولكنه جميل. طبعا يا جماعه الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين، نزلنا الارض الزراعيه علشان هنلم الباميه من الارض. يعني ايه يا ام اسامه هتلموا الباميه من الارض؟ طبعا خلاص موسم الباميه خلص، موسم الزراعه وموسم الحصاد خلص وخلاص. الباميه بقت نشفت بالشكل ده وبقت عيدان. طبعا العيدان دي عندنا في الفلاحين بنستغلها ونمسكها نكومها، نقطع الباميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده ونمسكها نكومها ونركنها علشان نحمي بيها الفرن البلدي اللي احنا بنخبز فيه العيش الفلاحي اللي هو العيش البتاو والعيش القمح. طبعا انتوا شاهدتوا الفيديوهات دي، فيديوهات سابقة قبل كده. طبعا ده يعتبر الموسم بتاع الفلاح، بتاع الست الفلاحة بالاخص، ان هي تقوم تلم الايه الوقيد، يعني النار، الحاجة اللي هي هتشعل بيها النار اللي هو الحطب. طبعا عندنا اللي هو الحطب بتاع البامية ده من افضل الاحطاب اللي احنا بنحمي بيها، لان هي من الانواع اللي هي بتخلي الفرن حامي. ولو احتاجنا نزود ولا حاجة في النص الخبيث بنزود بيها، لان الحمية بتاعتها بتبقى رايقة وبتخلي النار حلوة جدا في الفرن او في البلاطة بالفلاحي كده. طبعا هي هنا التقليع بالايد سهل جدا. ليه؟ لان الارض لسه طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في الشتاء، فالارض بتبقى مرطبه ما بتنشفش على طول، والجو مطر كذا مره، فيعني مخلي التقليع بتاع الباميه سهل. ووشك تعالي هنا اهو، تعالي الناحية دي. طبعا في حاجه هوريها لكم مفاجاه معانا، هوريها لكم بس ايه، نخلص بس التقليع. طبعا بنعمل الباميه دي حزم، وبنشيلها بقى في مكان عندنا علشان نحمي منها طول الشتاء. طبعا اهم حمية بنبقى محتاجين لها قوي في الشتاء مش في الصيف. في الصيف بيبقى تقريبا ايه يا ام احمد؟ الذرة بيبقى موجود، فبنحمي بالحطب اللي هو بتاع حطب الذرة. لكن في الشتاء تلاقي كل واحدة قايمة تجري، لو لقت شوية بامية زي دول بنبقى بنستابق عليهم، وناخد كل واحدة تاخد شوية علشان تلاقي حاجة تحميها في البلاطة في الشتاء بالذات. هو مفيش منقرة؟ انت كنت بتطلعي بايه يا سماء؟ ما كده مش هنخلص عقدة واحدة. ما هو مفيش. الناس اللي بتطلع دول سامعين العصافير؟ مش عارفة صوتها طالع في الفيديو ولا لا. تعالي هنا يا لؤ. تعالي يا فاطمة نوريهم اهو البنجر. اوريهولهم دلوقتي ما نخلص الخط ده. لو في منقرة كنت خلصت بسرعة. لا معقول؟ لازم تتقلع تيجي لها عشان ايه؟ البامية ليها جدر عميق متعمق في التربة او في الارض، شايفين الجدر بتاعها قد ايه؟ فلازم تتقلع بالجدر بتاعها عشان ما تجددش، وهو مزروع زرعة تانية هتجدد يا ام اسامة. ايوه، طالما شربت مية او اتروت لازم تجدد. ما هي شاربة اهي ومنورة اهي، مطلعة نورة اهي. مطلعة الوردة بتاعتها اهي فعلا. عشان كده بتتقلع بجدرها. في برضو زرعة البدنجان، الفلاح ساعات بيسيبها في الارض من السنة للسنة تنشف وتجدد تاني، يزرع جنبيها زرعة تانية، وما تشرب مية يجي في ميعاد او في الموسم بتاع الزراعة بتاعتها بتجدد وبتطرح.
ما بيجيبش تقاوي مرة تانية او شتلات ويزرعها، لا بيسيبها من السنة اللي فاتت وتنشف وخلاص نقول هي مش هتنفع زي البامية كده. ويجي في ميعاد الموسم بتاعها تجدد وتطلع باذنجان وكل حاجة حلوة. باذنجان، دي كزبرة، دي كزبرة. بس مش النهارده ان شاء الله. هناخد وقت. عملت كام دقيقة؟ طبعا بعد ما نقطعها هنمسكها نشيلها، نعملها حزمة كده نربطها بأي حاجة ونشيلها وناخدها نحطها جنب الفرن أو في المكان المعتاد بتاعنا اللي احنا بنخزن فيه الحطب والحاجات دي. فيها شوك؟ ما هي شوك. البامية الخضراء دي صح؟ طبعا يا جماعة البامية أنواع. مشكلة. ايه؟ والله زرع الاتنين؟ طبعا هنا القمح هنا مزروع بدري، سنبل ما شاء الله كله سنبل. ده نوعها ايه دي؟ 11 من البيت. مش قلت لك عايزه منقره؟ انا كنت بشوفها بتقلع بالمنقره. شنشره والله. اللي يطلع واللي ما يطلعش ما يطلعش بقى. خدي بالك ان الارض بتتفرم بعديها. الجلده بتاعتها مارت. من ايه بقى؟ خلاص بقى خلص. طبعا تقليع الباميه من غير اي آلة صعب جدا كمان، يعني مش حاجه سهله. جامده. الزحلة. وانت بتقطعي كده كده. عربي زمان اما هند كانت بتيجي تخلع الكرومبه اقول لك ايه هند شدت الكرومبه. عمي عثمان كان على ايامكم هند. طلع الكرومبه وتقوم واقعه. انا بقى اللي هشد عود الباميه ها. لا احنا في الغيط. امال احنا فين؟ احنا في ربنا كده. يا عسل انت. طبعا المفاجأة اللي انا قلت لكم هوريها لكم ان انا لقيت بنجر مزروع هنا في الارض دي، هوريه لكم. انت هتقطعيها اهي. بصوا البنجرايه جميله. هو ده بقى البنجر مزروع في الثوم. مزروع في الثوم، تحميل زرع على زرع. بنجر وثوم. ودي سبانخ بقى. دي السبانخ. هتشيلي؟ هشيل. طب يلا يلا يا لؤلؤ اتكلوا على الله.
طبعا هنشيل بقى، يعني ايه، قطعنا شويه هنشيلهم وناخدهم بقى نحطهم جنب البلاطه بتاعتنا هناك. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناه دربكه ولعبكه مع عم اسامه. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.